سنتعرف في هذا المقطع على النزال الناري بين المقاتل المدمر جمال بن صديق أمام خصمه الروماني بنيامين الملقب بأوكو لأول مرة في عام 2025، حيث ستقام في منظمة جلوري العالمية فعاليات الكيك بوكسينج. فالقتال الأول الذي تم الإعلان عنه والذي سيكون القتال المميز والذي سيجمع بين المقاتل المغربي جمال بن صديق ضد المقاتل الروماني أوكو جورجيندال. وفي هذا الحدث أيضا سيشارك المقاتل المغربي المهدي أيت الحاج، والذي سيواجه المقاتل روبن سيريك بهدف تحقيق الفوز الرابع على التوالي في هذه المنظمة. كما سنستعرض لكم أيضا مهارات جمال بن صديق. فجمال بن صديق هو مقاتل كيك بوكسينج مغربي معروف بمنافسته في بطولة جلوري العالمية، وهي واحدة من أقوى منظمات الكيك بوكسينج في العالم. يتميز بمجموعة من المهارات القتالية التي تجعله من بين أبرز المقاتلين في فئة الوزن الثقيل، ومنها قوة اللكمات. يتمتع بقوة ضربات هائلة خاصة في اللكمات القاضية التي أسقط بها عدة خصوم. ركلات قوية، يستخدم ركلات منخفضة وعالية تؤثر على توازن خصومه. مزيج بين الملاكمة والكيك بوكسينج، لديه خلفية قوية في الملاكمة مما يجعله فعالا في القتال القريب. صلابة وتحمل عالي، يستطيع تحمل الضربات القوية والاستمرار في القتال. خبرة قتالية، واجه كبار المقاتلين مثل ريكو فيرهوفن وبدر هاري مما زاده خبرة في المواجهات الكبيرة. حركة جيدة رغم ضخامته. رغم وزنه الثقيل يتحرك بسرعة نسبية تميزه عن بعض مقاتلي الوزن الثقيل الآخرين. وأما المقاتل الروماني بنيامين أديكبويي المعروف بلقب أوكو، هو مقاتل كيك بوكسينج محترف اشتهر بمنافسته في منظمة جلوري العالمية، حيث واجه أسماء كبيرة مثل ريكو فيرهوفن والبطل المغربي بدر هاري. يتميز بعدة مهارات قتالية بارزة. لكمات قوية وسريعة، يتمتع بقدرة على توجيه لكمات سريعة ومتتالية، وغالبا ما يستخدم يده اليمنى لإنهاء القتال. مزيج بين الطول والقوة. طوله 198 سنتيمتر يعطي مدى أطول مما يساعده في السيطرة على المسافة أثناء القتال. حركة جيدة بالنسبة لحجمه. على الرغم من كونه مقاتلا في الوزن الثقيل إلا أنه يتحرك بسرعة وذكاء داخل الحلبة. دفاع قوي ضد اللكمات، يتمتع بأسلوب دفاعي جيد حيث يعتمد على صد الضربات والمراوغة. الركلات القوية، يستخدم ركلات منخفضة لتدمير ساقي الخصم وأحيانا ركلات عالية مفاجئة. خبرة قتالية عالية، واجه أسماء كبيرة في عالم كيك بوكسينج مما جعله مقاتلا صعب المراس في أي مواجهة. وأما موعد النزال بين المقاتل المغربي جمال بن صديق والمقاتل الروماني أوكو فسيقام إن شاء الله يوم السبت القادم، وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب العربي. وبهذا وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى اللقاء.